كما معاينة المكان. الاستبيان، هل يوجد في كباري مشاة؟ هل يسمح بمرور المشاة على هذا الطريق؟ وده التماس للمحكمة استبيان. كما أطلب إخلاء السبيل من عدالة المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث أنه له مكان معلوم ولا يخشى عليهم الهروب. أنا مطلوب من عدالة المحكمة ده التماس وطلب بإخلاء سبيله حتى يتمكن من إتمام التصالح والجري في التصالح، لأن أنا الجلسة اللي فاتت حضرتك قلت لحضرتك حاجة واحدة، ما عندوش الأهلية اللي تخليه يغلب في التصالح. هو وحيد، لا أبو مسن وأبو مسن في إخلاء السبيل. لا يا فندم. لينا طلب عن المتهم. حاضر عن المتهم. بداية بننضم لاستاذنا وزميلنا الاستاذ اشرف نصمم على الرئيس ولنا التماسه. لينا طلبين يا ريس، احنا بنلتمس التصريح باستخراج شهاده من دار الافتاء المصريه عن مقدار الدية الشرعيه المقرره شرعا في الخطا في تاريخ ارتكاب الواقعه وهو يوم 11/8. اما عن الطلب الثاني التصريح باستخراج شهاده من مصلحه الدمغه والمصبوغات والموازين عن سعر كيلو الفضه عيار 99.9. سياده الرئيس، النهارده بدايه احنا في قضيه قتل الخطا، ولكم في رسول الله اسوه حسنه، فالديه هي امر مقدر شرعا، واحنا بنلتمس من الهيئه الموقره. احنا في تفاوضنا مع آلية المجني عليه بقدر استطاعتنا في حدود امكانياتنا، واحنا بنلتمس ده شيك مصرف لصالح آلية المجني عليه ابداء حسن نيه المتهم في التصالح. واحنا يا ريس فوجئنا بان في هناك طلبات يعجز عنها المفاوض عن المتهم، يعجز عنها تماما ان هو يستطيع ان يلبيها او يتجاوب معها، فاحنا بنلتمس اخلاء سبيل المتهم حتى يتمكن بشخصه من التفاوض في هذا الامر، لانه كان امر مبالغ فيه جدا. وبنلتمس عداله ورحمه الهيئه الموقره نظرا لظروف الدعوه، وحضراتكم الاعلم ونتعلم من الهيئه الموقره دائما، وانتم خط الدفاع الاول للوطن المصري وللمواطنين وللمتهم. سياده الرئيس، شكرا.